سلام البنات، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال. غنشارك معكم بريوات على شكل سيجار. غنستعمل فيهم الحشوه بالدجاج وخيزو والشعريه الصينيه والزيتون والتوابل. بريوات اللي كيجيو اقتصاديين وغزالين في المذاق. هنا عندي الدجاج طايب ومقطعه على طريفات صغار كيف ما كيبان لكم. جوج بصلات مقطعين، الزيتون مقطع، الربيع مقطع، الفرماج محكوك، الشعريه الصينيه، جوج خزوات محكوكين. هنا عندي الحامض مصير وفص ديال الثومه محكوك. التوابل البزار، سكينجبير، الخرقوم عرق، الفلفله الحمراء والقرفه والملحه. هادو هما التوابل. ضروري كنستعملوا فيهم القرفه باش كيعطيهم داك المذاق ديال البسطيله. بسم الله على بركه الله. خديت مقله ودرت فيها جوج معالق كبار ديال الزيت وجوج بصلات كبار مقطعين رقاق. غنشحر البصله حتى كتنزل. عاد فاش غادا ندير التوابل، البزار، سكينجبير، الفلفله الحمراء، خرقوم عرق والقرفه، رشه ديال الملحه، وكنشحر مزيان هاد التوابل مع البصله. الربيع، شحرت البصله مع التوابل والربيع. غنزيد هاد الطريفات ديال الدجاج مقطعين رقاق وكنشحر مزيان حتى الدجاج كيشرب داك التوابل. هنا غادا نزيد الخيزو اللي محكوك، جوج ديال الخزوات محكوكين، كنزيد الزيتون مقطع، كنزيد الفص ديال الثومه والطريف ديال الحامض مصير، وكنزيد الشعريه الصينيه، صافي كنطفي النار وكنستنى على هاد الحشوه حتى كتبرد عاد باش كنخدموا بها هاد البريوات اولا هاد السيجار. قطعت الورقه على جوج وكناخذ جوج ديال المعالق ديال الحشوه وكنزيد الفرماج المحكوك وغنطوي هاد السيجار على هاد الشكل هذا كيف ما كيبان لكم. انا درتهم على شكل سيجار، نتوما تقدروا ديروهم على شكل مثلث. هذا هو الشكل ديال السيجار. كندهن الورقه بالزبده والزيت باش كتجينا فيها ديك التقرميشه، وكنستمروا على هذه الطريقه حتى كنكملوا السيجار اللي عندنا اولا بريوات اللي عندنا. كندير الحشوه والفرماج محكوك وكنطوي على شكل سيجار. تقدروا تطووهم على شكل مثلث. طريقه سهله وبسيطه وكيجيو على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا
الطويه ديال هاد القنينطات اولا هاد السيجار سهله. ضروري كدهنوا بالزبده والزيت باش كيجيونا مقرمشين. وكنستمر على هاد الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي، ومن بعد غندهنهم بالزبده وغندخلهم الفران على عافيه مهيله غير كيتحمروا، وكنطفيو عليهم النار. كنتمنى يعجبكم الفيديو، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك واشتراك في القناه. خليو لي في الكومنتير الراي ديالكم كيفاش جاكم هاد السيجار، وكيفاش جاتكم هاد الحشوه اللي انايا استعملت في هاد السيجار. كنتمنى يعجبكم الفيديو. من بعد ما ساليت هاد البريوات اولا هاد السيجار غندهنهم بالزبده وغندخلهم الفران. ديك الزبده كتعطيهم تقرميشه كيجيو مقرمشين وكيجي فيهم حتى اللون مزيان، وكنطيبوهم على عافيه مهيله. من ملي كيتحمروا صافي كنخرجوهم من الفران وهما مازال سخان. كنزينوهم شويه ديال الفرماج محكوك من الفوق. كيجيو هاد السيجار اولا هاد البريوات كيجيو غزالين في المذاق. كنتمنى تجربوهم وتخليو لي في الكومنتير. هذا هو الشكل الاخير ديال السيجار اولا ديال البريوات من بعد ما طابوا خرجتهم من الفران وهما مازالين سخان. زينتهم بشويه ديال الفرماج محكوك من الفوق. كان هذا هو الشكل الاخير ديال القنينطات اولا السيجار. والان ما بقى لي الا نقول لكم سلام عليكم، تبقاو على خير، خليت لكم الراحه في امان الله.